السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إن شاء الله ده الجزء التاني اللي بتكلم فيه عن البنات اللي هم طالعين بموضة، اللي هو أنا ذكرت في الفيديو الماضي في النقاب. النهاردة نتكلم بقى عن بدع الحجاب، ونتكلم حضرتك على الموضة، الترند الجديد في الحجاب. إيه الترند الجديد؟ الترند الجديد حجاب ليه كذا صورة بيتحط كده على الراس يا فندم. بص بقى، البنت لا منها لابساه ولا منها قلعاه، يعني ولا هي شداه ولا هي ربطاه. حجاب ما تفهملوش، عامل زي جدول الضرب كده في أربعة، أربعة في أربعة، يعني حتى تخطى نسكافيه 3 في 1 ما تفهم. يتحط على الراس. بص بقى، منه إنه بيتحط، ومنه إنه بينزل كده ورا، أنا آسف، القفا. ومنه يا فندم اللي هو كده، منه اللي هو بيكشف نص الشعر، ومنه اللي بيغطي الشعر، ومنه اللي هو برضه ما تفهمش بيتعمل حاجة رابعة مش فاكرها. المهم ان هو طبعا جدول الضرب في 4 برضه. طيب انا سؤالي ليكي، هل الحجاب اللي انت لابساه ده حجاب شرعي؟ يأسفني اقول لك لا، ده مش حجاب شرعي، ده حجاب ترند. عملوا دراسه في ظاهره، في علم الاجتماع، مش في علم النفس، في علم الاجتماع. لما نزلوا الشارع وبيعملوا كده دراسه في المجتمع، تلاقوا ان 80% من البنات اللي لابسه الحجاب بالطريقه دي، اللي هي لابس ماشيه حضرتك نص شعرها مكشوف ونص شعرها متغطي، اكتشفوا ان هم حضرتك خايفين من الحكم عليهم. اكتشفوا ان البنت، طب انهي حكم؟ خايفين ان هي تتحكم عليها ان هي بنت مش كويسه، او ان هي بنت متشدده، فهي بتلعب على الحبال. يأسفني اقول لحضرتك ان انت كده بتلعبي على الحبال، وما عندناش في الشريعه الاسلاميه الكلام ده، ده شغل المنافقين. ايه ده؟ انا منافقه؟ انا ما قلتش انت، انا بقول فعلك فعل المنافقين. ليه؟ لان المنافقين لما تيجي تقرا في القران عنهم، ربنا قال عنهم ايه؟ ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. احنا بس عشان يعني البيئه بتاعتنا بيئه اسلاميه وبيئه شرعيه، فهو احنا لابسين حجاب. لكن بيني وبينك، لو انت قعدت قدام المرايه، ده الحجاب الشرعي؟ هل هو ده الحجاب اللي ربنا قال للنبي عليه يدينين عليهن من جلابيبهن؟ هل هو ده الحجاب؟ يسيف نقول لك ان مش ده الحجاب. الحجاب يا استاذه مش مجرد قطعه قماش بتتحط على الراس. الحجاب رساله، الحجاب طاعه من ربنا. لما بنشوف حضرتك حاطالي كده نص شعر ونص، انا كواحد يعني شكلي ملتزم او شكلي مستقيم بحتار فيك. ما بفهمش انت عايزه ايه، ولا بتعملي كده ليه؟ انت لابساه عشان تتقربي من ربنا، ولا لابساه عشان تتقربي من الناس، ولا لابساه عشان تتقربي لكلام الناس؟ عايزه افهم انت عايزه ايه بالضبط. عمر ما ده كان ده الحجاب الشرعي اللي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا ترى وانت نازلة الناس بتبص عليكي وانت لابسة الكلام ده؟ عارفة ليه؟ لانك لابسة موضة مش لابسة عبادة. الادهى من كده، بتلاقي البت لابسة بنطلون جينز يعني بص، هيفرقع، ولابسة حجاب برضه نص. انا نفسي افهم ايه الشكل ده؟ مين دي؟ جايه من انهي جنسيه؟ انت تبع انهي مله؟ ما تفهمش. الموضه دي نص اسلامي ونص غربي. يعني انا مش فاهم، مسخ والعياذ بالله. يا بنات انتوا بتمسخوا نفسكم، والله العظيم بتمسخوا الهويه العربيه الاسلاميه. لو انت مفكره انك بتعملي كده عشان تتقربي او يتقال عنها لا دي بنتي محجبه وحلوه، والله ده مخالف للشريعه الاسلاميه. وانت بكده والعياذ بالله بتلبسي، قلت قبل كده عنه، لباس شهره مش لباس ستر وعفه. خليني اقول لك، الحجاب الشرعي اللي بيغطي الراس وبيغطي رقبه المراه وبينزل كده على جلابي بيهن، ادي النور قطع، مدرسه هتقفل وهنمشي. الخلاصه، وليضربن بارجلهن، شوف، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ده جيب المرأة يا اخوان، ده مش عيب، انا ما بشرحش حاجة عيب، ده اسمه الجيب اللي هو صدر المرأة يعني. وليضربن، شوف شوف شوف، بخمورهن على جيوبهن. الحجاب الشرعي اللي ينزل يوصل لحد هنا كده يا اخوان، يبقى مغطي المنطقة دي. لكن حضرتك يبقى مغطي ورا وظاهر لي قدام، على اساس ان حضرتك عندك شعرتين ناعمين حرير يعني. عارفين والله ان حضرتك حلوة وجميلة وما شاء الله ترند في الجمال. لكن سؤالي ليكي، الحجاب بتاعك شرعي فضفاض، ولا حجاب موضة بنتقرب بيه للناس؟ يا ريت تحكي لنا كده عن اخر موقف اتعرضت ليه في الحجاب، وايه الموقف اللي ضايقك. واسألي نفسك، هل انا حجابي شرعي ولا حجاب موضة وترند؟ بس كده خلصنا، نروح عشان المدرسة قفلت. السلام عليكم.